إذا كان حظ الرجال في الجنة حور العين، فما حظنا نحن النساء؟ أولا الجمال، وقد جعل الله سبحانه وتعالى المرأة الصالحة والطائعة أكثر جمالا من حور العين. ثانيا الشباب، بما أن المرأة تحب أن تكون شابة فإنها ستبقى في سن العذرية، والرجل سيبقى سنه في 33 سنة. ثالثا الحلي، بما أننا نحب الحلي والمجوهرات، في الجنة سيكون حجم اللؤلؤ والجوهر الواحدة في تاج المرأة خير من الدنيا وما فيها. ثالثا الثياب، فإن ثياب المرأة في الجنة لا تبلى، وتتكون من رقائق مختلفة الألوان 70 رقيقة فوق بعض، شفافة يرى من ورائها مخ ساقها، لها فساتين مختلفة، منها ما هو من ورق الجنة ومنها ما هو من نور. الزواج، أما عن الزواج في الجنة فسيكون شكله مختلفا، سيكون معها زوجها إذا كان صالحا في الدنيا، وسينزع الله سبحانه وتعالى الغل من قلوب المؤمنين، فلا تشعر الزوجة بالغيرة من حور العين. وقد ورد أن الزوجة إذا رأت زوجها مع حور العين تضحك فيشع نور قوي، فيقول الزوج: ما هذا، أملك كريم؟ فيقال: بل إنه نور زوجتك التي ضحكت، فيصير حبه لها أشد من حور العين. تخيلي معي هذا النعيم، تخيلي أول صباح لك في الجنة وأنت جالسة في قصر متعدد الأدوار من الدر والجواهر، في غرفتك الشفافة التي يرى باطنها من ظاهرها، تنظرين إلى نفسك وأنت كالبدر في ليله، لباسك من استبرق وحرير، وعليك أساور من ذهب، تنظرين إلى أغراضك فإذا مشطك من ذهب وعطرك من مسك، تطلين فتنظرين إلى بناء الجنة، أنهار من لبن وأنهار من عسل وأنهار من خمر وأنهار من ماء صاف، يدخل عليك من كل باب هدية من الله عز وجل. حين وصف الله سبحانه وتعالى نساء الجنة قال فيهن قاصرات الطرف، أي أنهن لا ينظرن إلى رجال غير رجالهن. وحين أراد وصف حسنهم وجمالهم قال كأنهن الياقوت والمرجان. سبحان الله سبحان الله. لهذا يا أختي يا حبيبتي يا قرة عيني، تخيلي بالمنطق، أتتركي هذا النعيم وتمشي وراء شيء زائل وهم؟ سبحان الله، اتق الله في الدنيا يرزقك جنته في الآخرة. اللهم من اعتز بك فلن يذل، ومن اهتدى بك فلن يضل، ومن استقوى بك فلن يضعف. ما بال الأرواح ترهق نفسها بالقلق والإنسان في كنف ربه ووديعته؟ يقول الشاعر: يا أيها الإنسان ما هذا القلق، أوليس ربك قد تكفل ما خلق، أوليس بعد العسر يسر مثلما، بعد الليالي دائما يأتي الفلق، لا بأس فالأحزان يتبعها رضا، يضفي عليك بإذن مولاك.